من أول ما الإنسان اكتشف البارود وهو عايز يحوله لقوة تقدر تسيطر على ساحة القتال. بس يا ترى إيه الفرق بين مدافع الميدان ومدافع هاوتزر؟ وايه حكايه المدافع البحريه اللي شايله مدن كامله فوق البحر؟ النهارده هنتكلم عن كل انواع المدافع وتاريخ كل واحد فيهم من ايام العصور الوسطى لحد المدافع الحديثه. يلا بينا نبدا الحلقه. مدافع البارود القديمة كانت نقطة تحول رهيبة في التاريخ الحروب. قبلها كل المعارك تقريبا كانت بتعتمد على السيوف والرماح والسهام، لكن لما البارود ظهر الدنيا اتغيرت. البداية كانت في الصين في القرن ال13، كان أول مكان يخترع حاجة شبه المدفع. كانوا بيستخدموا أنابيب من الحديد ويحطوا فيها بارود بدائي ومعاه كرات حجر أو حديد صغيرة. السلاح ده كان بدائي جدا، صوته عالي، دقته ضعيفة، بس أثره النفسي كان مرعب. فجأة في صوت انفجار ونار خارجة من أنبوبة. انتقلت الفكرة لأوروبا لما طرق التجارة والفتوحات الإسلامية نقلت فكرة البارود. الأوروبيين بدأوا يطوروها في القرن ال14 وال15. ظهر النوع اللي هو بومبارد، مدافع ضخمة جدا كانوا يحطوها على عربيات خشبية بعجلات عشان يقدروا يحركوها، بس برضو كانت تقيلة لدرجة انها كانت محتاجة عشرات الخيول عشان يحركوها. بتطلق كرات حجرية ضخمة وزنها مئات الكيلوغرامات. مثال زي حصار القسطنطينية، العثمانيين استخدموا مدفع بومبارد. المدفع ده كان وحش بمعنى الكلمة، طول الماسورة حوالي 8 متر. القذيفة الواحدة كانت وزنها نص طن تقريبا. كان محتاج 700 رجل و60 سور عشان يحركوه تقريبا. تأثيره كان كارثي على أسوار القسطنطينية اللي استحملت حصارات لقرون، بس قدام المدفع ده كان الموضوع صعب. تأثير المدافع على الحروب، القلاع اللي كانت بتصمم عشان توقف آلاف الجنود بقت ملهاش قيمة قدام طلقة واحدة من مدفع ضخم زي ده. بدأ عصر جديد من الهندسة العسكرية. جدران القلاع بقت اقل ارتفاع واسمك عشان تتحمل الضرب. الجيوش نفسها بدات تغير تكتيكاتها لان السلاح الجديد ده قلب المعادله. قبل القرن ال17 السفن كانت تسليحها محدود، بس لما المدافع اتطورت ظهر مفهوم سفن القتال. السفينه تبقى مليانه صفوف من المدافع على الجانبين، وكل صف فيه 20-30 مدفع. المدافع دي كانت تطلق قذائف حديدية ضخمة تقدر تخترق هياكل الخشب للسفن المعادية أو حتى تغرقها بالكامل. دي غيرت شكل المعارك البحرية. بدل ما السفن تحاول تقترب وتعمل اشتباك يدوي، بقت المعارك كلها تبادل ضرب مدافع من مسافات بعيدة. مثال شهير معركة 1805 بين الأسطول البريطاني والأسطول الفرنسي والأسباني، وكانت المدافع البحرية هي العامل الحاسم في فوز الإنجليز. مدافع الميدان، المدافع القديمة كانت ثقيلة وصعبة تتحرك، لكن في القرن ال18 وال19 بدأوا يطوروا مدافع أخف بقت تتشد بالخيول بسهولة، طاقتها أسرع ومداها أطول. وبدأ يظهر مدفع ذو العيار القياسي، يعني الطلقات بقت موحدة، فبقى أسهل للجيوش تزود المدافع بالذخيرة. النوع ده من المدافع مكن الجيوش إنها تنقل المدفع بسرعة من جبهة لجبهة أثناء المعركة، وده غير قواعد اللعبة بشكل كامل. دور المدافع في الحروب، نابليون كان عبقري في استخدام المدفعية. كان دايما يحط المدافع في نقطة مركزية في أرض المعركة ويستخدمها لتكسير صفوف العدو قبل ما المشاة يهاجمه. اخترع تقريبا فكرة البطاريات الضخمة، مجموعة كبيرة من المدافع تضرب في نفس اللحظة على نفس الهدف فتعمل دمار شامل. كمان المدافع الميدانية اللي استخدمها الفرنسيين كانت أخف وأسرع، فكان يقدر يحركها في نص القتال ويضرب بيها أي نقطة ضعف في العدو. واحد من الأسباب الرئيسية لانتصاراته المتكررة هو إدارته الذكية للمدفعية، خصوصا في المعارك. استخدام المعادن القوية وأنظمة الإطلاق المتطورة. زمان المدافع كانت من الحديد الزهر، وده كان بيحد من القوة والدقة، لكن مع التطور والثورة الصناعية ظهر الصلب عالي الجودة، وده سمح ان المدفع يتحمل ضغط اعلى وبالتالي يطلق قذائف اسرع وابعد. تصنيع ماسورة اطول وادق، فبقت الطلقة تمشي في خط شبه مستقيم لمسافات كبيرة. كمان دخلت أنظمة ارتداد. زمان المدفع كان بيتراجع للخلف بعد الطلقة ويحتاج يتثبت تاني، لكن الأنظمة دي خلت المدفع يثبت مكانه ويضرب بسرعة أعلى. وبدأت القذائف نفسها تتطور، قذائف شديدة الانفجار وقذائف خارقة للدروع وحتى قذائف موجهة.
دخول المدافع ذاتية الحركة. أكبر مشكلة في المدافع التقليدية إنك محتاج شاحنات أو خيول تحركها في الحروب القديمة، وبعد كده طوروها ولقوا لها حل، مدفع محمول على شاسيه دبابة أو مركبة مدرعة، يعني يقدر يتحرك ويضرب من غير ما يحتاج تجهيزات كبيرة. ده سمح للجيوش إنها تتحرك بسرعة وتدي دعم ناري لأي هجوم أو دفاع. مثال مشهور مدفع M109 الأمريكي اللي ظهر في الستينات ولسه بيستخدم لحد النهارده بعد تحديثات كتير. بداية المدافع المضادة للطائرات والدبابات. مع ظهور الطائرات في الحروب العالمية في بدايتها، الجيوش اضطرت تخترع مدافع مضادة للطائرات، ماسورة طويلة جدا بتطلق قذائف بسرعة رهيبة عشان تلحق الطيارات وهي في الجو. مثال مدفع فلاك 88 الألماني اللي كان أسطورة في الحروب العالمية لأن كان يضرب طيارات ودبابات بنفس الكفاءة. كمان ظهرت المدافع المضادة للدبابات لما الدبابات بدأت تسيطر على ساحة المعركة، مدافع خفيفة ودقيقة تقدر تخترق الدروع. ومع الوقت اتطورت لفكرة المدفع المدمج في الدبابة نفسها اللي بقى السلاح الرئيسي لأي دبابة حديثة. المدافع دي مش كلها شبه بعض، في مدافع بتضرب بعيد بخط مستقيم، وفي اللي القذيفة بتاعته بتطلع لفوق وتنزل، وفي اللي معمول بس عشان الدبابات او الطيارات. اول نوع هنتكلم عنه الميدان، مدفع طويل الماسوره يطلق قذائف بخط سير شبه مستقيم لمسافات بعيده، كانت بتستخدم لدعم المشاة، تفتح لهم الطرق قدام الهجوم، تدمر تحصينات العدو من مسافه امنه، ترد على مدفعيه العدو من نفس المدى تقريبا. اشهر امثله ليها FK-96 في بدايه الحروب العالميه، والمدفع الفرنسي كانون دي 75 اللي اتعرف بسرعته ودقته وكان ايقونه في وقته. المميزات مدى طويل ودقه عاليه، سرعه اطلاق كويسه لانها بتستخدم قذائف صغيره نسبيا مثاليه لتدمير اهداف على الارض بشكل مباشر. العيوب ما ينفعش تضرب اهداف مخفيه وراء مباني لانها ما بتعرفش تعمل القوس العالي زي الهاوتزر، محتاجه تجهيزات عشان تتحرك، وبالتالي ما كانتش مرنه زي المدافع ذاتيه الحركه اللي ظهرت بعد كده. المدافع الهاوتزر تقدر تضرب بزاويه عاليه لكن مداها اقل شويه. مدافع الميدان مثال الخطوط المستقيمة بينها، بينما الهاوتزر مثالي لضرب مواقع محصنة وراء ساتر. المدافع التقيلة أبطأ وأضخم، مصممة عشان تدمر حصون أو مدن، لكن مدافع الميدان أسرع وأسهل في النقل. مدافع الميدان لازم تتشد بجرارات أو خيول، بينما ذاتية الحركة عندها تحرك وتتحرك لوحدها. كانت السلاح المسيطر في بداية الحرب للجيوش. دورها في الحروب العالمية الأولى كانت السلاح المسيطر في بداية الحرب، الجيوش كلها اعتمدت عليها لضرب خطوط العدو من بعيد، لكن لما المعارك تحولت لحرب خنادق بدأت تواجه مشاكل لأنها مش قادرة توصل للأهداف المختفية وراء السواتر، وهنا ظهر دور الهاوتزر بشكل أكبر. رغم كده مدافع الميدان فضلت أساسية طول الحرب، وكانت هي اللي بتعمل أكبر نسبة من الخسائر في صفوف الجنود. في نوعين مدافع قلبوا موازين الحرب، مدافع مضادة للطيارات والمدافع المضادة للدبابات. النوع الأول المدافع المضادة للطيارات، الفكرة الأساسية بتاعتها مع ظهور الطائرات في بداية الحروب العالمية الجيوش فهمت بسرعة إن السماء مش أمان، كان لازم حاجة تقدر تضرب حاجة ماشية بسرعة على ارتفاع عالي في السماء. المدافع دي اتصممت تدي سرعة عالية جدا عشان تلحق الطيارة قبل ما تختفي. أول نوع معانا فلاك 88 ألماني، بدأ ظهوره في بداية الحرب العالمية الثانية، قادر يضرب طيارات على ارتفاعات ضخمة بدقة عالية. مفاجأة إنه كمان اشتغل كمدفع مضاد للدبابات، وكان بيختار أي درع يواجهه تقريبا، لدرجة إن الحلفاء كانوا بيخافوا يسمعوا صوته لأن معناه في دمار كبير هيحصل. قبل دخول الصواريخ، المدافع المضادة للطيارات كانت الخط الدفاع الأول لأي مدينة أو قاعدة عسكرية. وبعد الحرب العالمية الثانية الصواريخ الموجهة بدأت تحل محلها تدريجيا، لكن المدافع لسه موجودة للمدى القريب والسريع زي فولكين الأمريكي أو شيلكا الروسي. المدافع المضادة للدبابات في بداية الحرب العالمية الثانية الدبابات كانت بتكسر خطوط الدفاع بسهولة، فكان لازم مدفع صغير سهل الحركة بس قدرته النارية كافية تخترق الدروع.
المدافع مش مجرد ماسورة بتضرب وخلاص، دي عقلية هندسية وتكتيك حربي بيتطوروا مع بعض، من أول المدافع اللي كانت بتتحرك بعربيات خشب لحد المدافع اللي ممكن تضرب هدف على بعد عشرات الكيلومترات. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، ومستنيكم في الحلقات اللي جايه.